يا أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ومهمة جدا. عمرك حسيت إن اليوم بيجري منك زي الرملة وما بتعملش أي حاجة مفيدة؟ الحقيقة المرعبة هي إن في نسبة كبيرة من حياتنا بتضيع وإحنا مش واخدين بالنا. لو مهتم تعرف إزاي تسيطر على يومك، اشترك دلوقتي في القناة وحط لايك للفيديو، وكمان شارك الفيديو ده مع أي حد حاسس إنه بيضيع وقته. ويلا بينا نبدأ القصة. أحمد كان شاب طموح بيصحى بدري وعنده أحلام كبيرة في النجاح، بس كل يوم كان بيصحى وهو مصمم ينجز، لكن بيلاقي اليوم خلص بسرعة غريبة. الشغل بيتراكم والأهداف اللي حاططها لنفسه بتفضل متأجلة، حاسس إنه مشغول طول الوقت لكن إنتاجيته صفر. في يوم من الأيام قرر أحمد يراقب نفسه لمدة أسبوع كامل، كتب كل دقيقة بيقضيها في إيه بالظبط، وده كان نقطة تحول مرعبة. اكتشف الحقيقة اللي صدمته إنه بيضيع أكتر من 4 ساعات يوميا في حاجات ملهاش قيمة. 4 ساعات في اليوم يعني شهرين تقريبا من عمره بيضيعوا كل سنة. دي الحقيقة المرعبة اللي كتير مننا مش عايز يواجهها. زي ايه الحاجات دي؟ التليفون، السكرولينج اللانهائي على السوشيال ميديا، او الدردشة اللي ملهاش هدف، او مشاهدة الفيديوهات العشوائية. احنا واقعين في فخ اسمه مصيدة الوقت. مصيدة الوقت دي بتخليك تحس انك مستريح، بس في الحقيقة هي بتسرقك بالبطيء. الوقت اللي بيضيع ده مش هتعرف تعوضه ابدا، لانه اغلى ما نملك. ازاي نطلع من مصيدة الوقت دي ونبدأ في إدارة الوقت صح؟ الحل بسيط لكن محتاج إرادة وعزيمة عشان تبدأ في تنظيم اليوم. الخطوة الأولى: راقب وقتك بدقة لمدة أسبوع كامل. الوعي هو أول خطوة للتغيير، لازم تعرف إيه بالظبط اللي بيسرق طاقتك. الخطوة التانية: طبق قاعدة الأهم قبل المهم. ركز على المهام اللي بتوصلك لتحقيق تخطيط الأهداف بتاعتك، مش لازم تعمل كل حاجة بتطلب منك. اتعلم تقول لأ للحاجات اللي ملهاش قيمة. الخطوة الثالثة: استخدم طريقة تقسيم الوقت أو تايم بلوكينج. خصص وقت محدد لكل مهمة وما تسمحش لأي حاجة تقطعك في الفترة دي. لو بتشتغل على مشروع كبير، قسمه لأجزاء صغيرة أسهل في التنفيذ. الخطوة الرابعة: قاعدة ال5 دقايق، وهي السر اللي بيقضي على التسويف. لو مهمة صعبة ومكسل تبدأها، اوعد نفسك تشتغل عليها 5 دقايق بس. في أغلب الأوقات ال5 دقايق دي بتتحول لنص ساعة إنتاجية ومجهود فعال. الخطوة الخامسة: افصل نفسك رقميا. اعمل ديجيتال ديتوكس يوميا. اخصص وقت محدد للرد على الرسائل والتفاعل مع السوشيال ميديا. ابعد الهاتف عنك وقت الشغل او المذاكرة عشان تحافظ على الانتاجية. الخطوة السادسة: استخدم تقنية البومودورو، 25 دقيقة شغل و5 دقايق راحة. التقنية دي بتساعد العقل انه يحافظ على التركيز العالي بدون ملل. الاستراحة القصيرة مهمة عشان تشحن طاقتك وتكمل انتاج. تذكر، الهدف مش انك تبقى مشغول، الهدف انك تبقى منتج. ركز على جودة الوقت اللي بتقضيه مش على كميته. نصيحة ذهبية: نظم بيئتك المحيطة بيك. المكان المنظم بيساعد على عقل منظم، وده اساس ادارة الوقت. كمان احسب وقتك الحقيقي اللي بتقضيه مع اسرتك واحبابك، مش بس الشغل. العلاقات الانسانية محتاجة تنظيم اليوم عشان نديها حقها. لما بنعمل تخطيط الاهداف صح، بنقدر نحقق توازن في الحياة كلها. افتكر قصة أحمد، هو كان غرقان في وهم الانشغال، ولما واجه الحقيقة المرعبة قدر يرجع السيطرة على حياته. الإنتاجية مش إنك تعمل أكتر، هي إنك تعمل الصح في الوقت الصح. ما تخليش حياتك تضيع في مصيدة الوقت وإنت مش حاسس. العمر ثواني وكل ثانية ليها قيمة، استغلها صح. ودلوقتي جه دورك، شاركني في التعليقات. اكتب لي إيه أكتر عادة بتضيع وقتك وإزاي ناوي تغيرها. كلنا بنواجه نفس المشاكل وممكن رأيك يلهم حد تاني. أتمنى تكون القصة والحكمة دي ساعدتك تبدأ في رحلتك للسيطرة على الوقت. شكرا لمشاهدتكم وأشوفكم في الفيديو القادم.